مرحبا بكم إخواني المشاهدين. غنتحدث معكم على تحركات الحزب الإسباني المتطرف من داخل البرلمان الإسباني من أجل قطع الطريق على المغرب لاسترجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. ولكن رجاء قبل ما نشوف معكم التفاصيل دعمونا بلايك تشجيعا لنا باش نواصلوا، فعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد فضلا وليس أمرا، ويلا معنا على بركة الله. انهالت الاتهامات على حكومة بيدرو سانشيز من طرف قادة الحزب اليميني المتطرف فوكس، حيث اتهم الحكومة بعدم التحرك لتنهي المغرب من استرجاع المدينتين المحتلتين قصد ضمان السيادة الإسبانية عليها وعلى الجزر المحتلة. فقد وجهت النائبة التابعة لهذا الحزب المتطرف في سبتة المحتلة تيريزا لوبيز انتقادات لاذعة لحكومتها واتهمتها بأوصاف دنيئة، لكن الحكومة الإسبانية لم تبالي بتصريحاتها وتركتها تمر إذ لم ترد عليها في البرلمان الإسباني. وكان هذا حول سؤال قيام المغرب بأشغال على بعد 500 متر من مدينة مليليا المحتلة، حيث قالت بأن تلك الأشغال تجرى داخل المجال الترابي لمليليا. وسألت حكومة بيدرو سانشيز عما كانت تعلم بما يجري هناك من أشغال توسعية يقوم بها المغرب حسب تصريحها، واتهمت حكومة بلادها بعدم الجدية والتخاذل في العديد من الملفات التي تتعلق بالسيادة الإسبانية. وتأتي هذه التصريحات بعدما سبق للحزب اليميني المتطرف فوكس أن تقدم بمقترح إلى البرلمان الإسباني من أجل التصويت عليه، يدعو فيه إسبانيا إلى الضغط على المغرب من أجل الاعتراف بسيادة إسبانيا على المدينتين سبتة ومليليا والجزر المحتلة. لكن المقترح وجه بالرفض من طرف لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإسباني. هذا الحزب المتطرف معروف منذ مدة بميولاته السياسية المعادية للمغرب، حيث صرح عدة مرات في البرلمان الإسباني أن المغرب لا يخفي نواياه تجاه الأراضي والجزر المحتلة ورغبته في استرجاعهم. وما فتئ هذا الحزب يطالب إسبانيا ويلح عليها على الضغط على المغرب للاعتراف رسميا بسيادة إسبانيا على كل الجزر المحتلة والمدينتين المحتلتين سبتة ومليليا. لكن هذا المقترح عرض في البرلمان الإسباني للتصويت وتم التصويت عليه بالرفض ورفض من طرف لجنة العلاقات الخارجية، الشيء الذي جعل هذا الحزب اليميني المتطرف يكشر على أنيابه ضد الحكومة الإسبانية ووجه لها انتقادات لاذعة لعدم دفاعها على سيادة البلاد كما يزعمون. حتى لو تم التصويت على هذا المقترح فمن المستحيل أن تقوم إسبانيا بهذه الخطوة، هي التي تسعى إلى إرجاع العلاقات الثنائية بين الطرفين والدفع بها إلى الأمام. فمن سبيل المستحيلات أن تقبل المغرب بهذا المقترح. المغرب تعتبر كل الجزر والمدينتين المحتلتين كلهم أراضي مغربية وتطالب بإرجاعهم إلى السيادة المغربية، وأي تحرك من إسبانيا ضد هذا الاتجاه سيشعل فتيل التوتر بين الجانبين. فهل في نظركم ستتجرأ إسبانيا وتطالب المغرب بهذه الحماقة؟ هل سيتمكن المغرب من استرجاع كل أراضيه المحتلة من طرف إسبانيا بالطرق الدبلوماسية؟ آراؤكم وتفاعلاتكم وانتقاداتكم تهمنا، فمزيدا منها.